الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات للفيديو دون. حبايب قلبي اللي بره مصر وجوه مصر، شكرا على تعليقاتكم الجميله ولايكاتكم الحلوه واشتراكاتكم وكلامكم الحلو اللي بيدعموه، اللي دايما بيشجعني وبيديني طاقه كده وخليني اعمل فيديوهات جديده. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه بسيطه ومكوناتها برضو بسيطه، والحاجه بتاعتها رخيصه موجوده في السوق اليومين دول. هنعمل ان شاء الله دبس الرمان، الحاجه سهله وبسيطه ومكوناتها برضو في كل بيت. بس انتي والرمان برضك طبعا اليومين دول في الشتاء طبعا موجود في الاسواق كتير ورخيص. وان شاء الله كده معايا دول، يلا بينا على المقادير. معايا دول 2 كيلو من الرمان زي ما حضراتكم كده شايفين اهو، ومعايا دول 3 ليمونات، ومعايا كوبايه سكر زي ما حضراتكم كده شايفين، سكر اللي هو بتاع السكر الحبيبات، هو بتاع حبايب قلبي اللي هو بتاع الشاي العادي. ويلا بقى بينا نفتح اول واحده من الرمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشيل كده اول واحده، هنفتح كده واحده كده اهو بسم الله، وهنشغل دي كده اهو، نعمل دي 4/4 كده. الطريقه دي سهله وبسيطه يا حبيبه قلبي، وهتخليكي لو عندك 3 كيلو 4 كيلو هتخلصيهم بسرعه كده اهو. ندوب بقى عليهم كده بالسكينه اهو اهو زي ما انتوا حضراتكم كده شايفين، يا رب تكون واضحه كده اهو. نقعد نخبط كده عليها كده، هتنزل كل الرمان اللي فيه. هفرفط بقى يا حبايب قلبي كل الكميه دي كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم ان شاء الله. كده يا حبايب قلبي اهو بعد ما فرطنا كل كميه الرمان اللي معانا اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. بسم الله ما شاء الله شكله حلو ولونه جميل اهو، انا عامل زي اللولي بالظبط. وهنحطه بقى نطحنه في الخلاط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو نحط كل الكميه زي ما الخلاط ياخد كده، ونحط عليه نص كوبايه ميه عشان خاطر الخلاط بتاعنا مش يبوظ. وهنضربه بقى في الخلاط ونرجع لكم تاني يا حبايب قلبي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. كده يا حبايب قلبي اهو بعد ما عملنا عصير الرمان حطيناه في الخلاط، حطينا له نص كوبايه ميه عشان خاطر الخلاط ما يبصش وكده اهو. وهنصفيه، انا صفيت حبه عشان خاطر ما اطولش عليكم وكده اهو. هنصفي الحبه الباقيين كده زي ما حضراتكم كده شايفين اهو. لازم نصفيه كويس قوي ما يكونش فيه اي كسل او اي شوائب عشان ايه تطلع معانا الدبس الرمان حلو كده ما فيهوش اي حاجه شينه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نصفي كويس صار يعمل كل الكميه دول 2 كيلو يا حبايب قلبي. زي ما هتيجي هنشوف هيجيبوا معانا كوبايه ولا كوبايتين حسب ما يجيبوا. انت عايزه تضاعف الكميه تعملي 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو حسب ما انت عايزه، وتحطيه في الثلاجه عندك يدمه بالشهر وبالشهرين تستعمليه بقى لاي حاجه بدك تعمليه. ورق عنب مثلا محشي ورق عنب، تستعمليه لاي مشاوي فراخ لحمه اي حاجه بدك تحطها عليها كده. تصفيه بقى بايدك كده عشان خاطر الطفل اللي فيه دول ينزل كل الميه اللي فيه دي العصير ينزل. طبعا انا غاسله ايديا يا حبايب قلبي ومنظفه ايديا قبل ما اقعد كده اهو. لازم نصفي كويس كده اهو. نصفينا كل الكميه اهو كده اهو. طبعا الطفل دول مش هنرميه مش عايزينه. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى الخلاط كده حوالينا. هنعمل بقى يا حبايب قلبي هنحط
كوباية السكر اهو كده عليه. ننزل كل كوباية السكر كده، والليمون طبعا كل كيلو عليه 3 ليمون، 2 كيلو عليهم 3 ليمونات. نعصر كده الليمون، نشيل اي بذر كده في الليمون، نعصر الليمون. طبعا بيديله مادة حافظة وده محافظ عليه، لو قعد عندك شهر 2 حسب ما انت عايزة. هعمل بقى كل كمية الليمون دي يا حبيبة قلبي عشان ما اطولش عليكم، وارجع لكم تاني ان شاء الله. كده يا حبايب قلبي حطينا كمية عصير الرمان كله اهو زي ما حضراتكم كده شايفين على النار. حطينا عليه كوباية سكر، حطينا عليه 3 ليمونات، وهندوبهم كده نقلبهم كده كويس كده على النار، ونسيبه بقى يغلي. وما يغلي كده هنوريها لكم ان شاء الله. كده يا حبايب قلبي اهو حطينا دبس الرمان كده على النار زي ما حضراتكم كده طبعا شايفين، وغلى كده معانا اهو بسم الله ما شاء الله، ولونه غماق اهو. كل ما بيطول على النار لازم الميه دي كلها كده تنشف، والدبس الرمان يتقل معانا. هوريها لكم ان شاء الله لما الميه دي كلها كده تنشف كده من على دبس الرمان، ويبقى تقيل معانا كده، يبقى قوامه زي العسل الاسمر. وهوريها لكم باذن الله لما ينعمل باذن الله. كده يا حبايب قلبي اهو بعد ما عملنا دبس الرمان معانا اهو زي ما حضراتكم كده شايفين اهو بسم الله ما شاء الله قوامه حلو، بس هي طبعا لسه سخنه اهي، يا رب تكون واضحه كده. هو طبعا الحله لسه سخنه، لسه نازله من على النار كده. هنزل كل اللي في الحله دي يا حبايب قلبي وارجع لكم تاني عشان مش هطول عليكم. كده يا حبايب قلبي اهو بعد ما عملنا دبس الرمان معانا اهو زي ما حضراتكم كده شايفين، طبعا قوامه كده بسم الله ما شاء الله كده حلو وجميل اهو، يا رب يكون واضح. وعايزه العيله تعرفين اللي هو استوى يا حبيبه قلبي، تروحي عاملاه كده بالمعلقه بظهر المعلقه كده، لو عمل خط كده يا حبايب قلبي ولم على بعض تبقى كده لسه ما استواش. لو ما عملش كده لمش على بعض كده، عمل فيه فراغات كده، يبقى كده استوى يا حبيبه قلبي. وعدي الرمان معاكي جميل، وحاجه سهله وبسيطه. هتجيبي 2 كيلو رمان او 3 كيلو او 4 حسب ما انتي حابه الكميه اللي هتعمليها، وتضاعفي الكميه مثلا كوبايتين سكر. لو عايزه هتعملي 4 كيلو تعملي كوبايتين من السكر على 6 ليمونات. ولو حابه تعملي 2 كيلو زي ما انا عملت كده حسب ما انتي الكميه واللي انت عايزاها. والرمان مش غالي ولا حاجه، 3 كيلو ب10 جنيه طبعا في كل الاسواق. رمان رخيص اليومين دول وكتير في الاسواق، وحاجه بسيطه وسهله. بدل ما تروحي تجيبي الجزازه بالشيء الفلاني من المحلات وغالي عليكي، لا هتجيبي ب10 جنيه رمان وهتعملي دبس الرمان في البيت يطلع لك كيلو 2 كيلو كوبايه زي ما انت حابه وزي ما انت عايزه. وادي شكل النهايه اهو، يا رب يعجبكم وينور رضاكم. ولو انتوا اول مره تشوفوا قناه يوميات جودي ما تنسانيش في اللايك والاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. وكملي حلو كده من ايديك الحلوه وادعميني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على فيديو جديد باذن الله.